جربنا اغرب وصفات شفناها على تيك توك عشان نقول لكم حلوه وتستاهل تجربوها ولا طلعت وجع بطن، وده الجزء الخامس. جربنا المره دي موتزاريلا ستيكس بالشيتوس وكوكيز محشيه نوتيلا واندومي بالجبنه ووصفات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بوصفة شيتوس موتزاريلا ستيكس اللي مكسرة الدنيا على تيك توك. طحنا الشيتوس السبايسي الأول لحد ما بقى بالشكل ده اللي هو خشن شوية كده عشان يعمل طبقة كريسبي من بره، وبعد كده جبنا الموتزاريلا اللي هنستخدمها. طبعا بنستخدم الجبنة على بعضها مش مبشورة، واحنا اللي بنقطعها صوابع بالشكل ده، بس طبعا مهم السمك يبقى معقول عشان تسيح وتشد. بدأنا بقى نعمل خليط القلي اللي هيخليها مقرمشة، فجبنا بيض وضربناه مع شوية ملح وفلفل اسود، وجبنا كمان الدقيق تبلناه بملح وفلفل اسود وشوية زعتر، وبدأنا بقى نغلف الموتزاريلا بالدقيق وبعدين البيض واخر حاجة الشيتوس لحد ما كل ستيك اتغطت من كل حتة. نزلنا بقى بالستيكس في زيت غزير وسخن لحد ما خدت اللون الذهبي الحلو، وده كان شكلها في الاخر. الطبقه اللي بره كانت حلوه جدا وقرمشه بس مش باين فيها طعم السبايسي بتاع الشيتوس، والجبنه نفسها كانت سايحه وبتشد وطعمها زي بتاعه المحلات بالظبط، فكانت بدايه مبشره بصراحه، عشان كده دخلناها قائمه تمام. ندخل بقى على اسهل وصفه كوكيز محشيه نوتيلا. الفكره بس وهي بتتقال كده مغريه، فخلينا نشوف هتطلع عامله ازاي. بدانا اول حاجه بكوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه، وضفنا عليها كوبايه سكر بني وهرسناهم الاول بالشوكه عشان يمسكوا في بعض، وبعدين خلطناهم بالمضرب الكهرباء لحد ما السكر داب خالص والخليط بقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. زودنا كمان بيضه ومعلقه صغيره فانيليا، وبعدين ضفنا كوبايتين ونص دقيق. قلبنا الاول كده شويه عشان الدقيق يدخل في الزبده، وبعدين عجناهم لحد ما وصلت للشكل ده وبقت عجينه متماسكه. المفروض في المرحله دي كنا نحط تشوكلت شيبس، بس قلنا نجربها مع شوكولاته عاديه عشان نشوف فرق الطعم هيبقى عامل ازاي، خصوصا يعني ان الشوكليت شيبس ممكن ما تبقاش دايما متوفره. فجبنا بارين شوكولاته وقطعناهم حتت صغيره بالسكينه، وضفنا 3 ارباع الكميه على العجينه. قسمنا بقى العجينه لجزئين عشان طبعا يبقى حشو النوتيلا في النص، وبعدين فردنا الجزء الاول على بايركس مدهون زبده، واتاكدنا اننا فردناها كويس قوي على اطراف الصينيه عشان لما نحط الجزء الثاني يقفلوا على بعض. حطينا بقى طبقه النوتيلا في النص، وبعدين فردنا الجزء الثاني على الايد كده الاول، وبعدين غطينا بيه طبقه النوتيلا كويس قوي. اخر حاجه بقى وزعنا كميه الشوكولاته اللي باقيه على الوش، وبعدين دخلناها الفرن على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. النتيجه كانت عظيمه، كوكيز غنيه وطريه جدا وطعم النوتيلا واضح قوي فيها وبتدوب كده في البق، فطبعا الوصفه دي دخلت قائمه تمام. الوصفه اللي بعد كده هي صوابع البطاطس بالموتزاريلا. سلقنا بطاطسايه وهرسناها كويس جدا، وبعدين ضفنا عليها حوالي معلقتين كبار نشا وربع كوبايه جبنه موتزاريلا. تبلنا الخليط بالملح والفلفل الاسود وخلطنا كل حاجه مع بعض كويس قوي لحد ما بقى شبه العجينه كده، وبعدين فردناه في كيس وحاولنا على قد ما نقدر يبقى متوزع كويس عشان السمك يبقى متساوي. سيبنا الكيس زي ما هو كده في الفريزر ساعه تقريبا لحد ما الخليط اللي جوه اتجمد، وبعدين شلناه من الكيس وقطعناه صوابع بنفس الحجم. بدانا بقى نحمر البطاطس في زيت غزير وسخن لحد ما لونها بقى ذهبي، بس الموتزاريلا اللي في البطاطس لما ساحت خلتها تمسك في بعض، فقعدنا نفرق بينهم كل شويه هما بيتقلوا. وفي الاخر الطعم كان حلو جدا ومن اكتر البطاطس المقرمشه اللي جربناها، عشان كده طبعا دخلت قائمه تمام. دخلنا بعد كده على الاندومي بصوص الجبنه، وطبعا ما ينفعش فيديو تيك توك يعدي من غير نودلز. سلقنا الكيسين الاول في ميه، وبعدين في طاسه ثانيه سيحنا مكعبين زبده وضفنا عليهم نص كوبايه لبن، وتبلنا الخليط ده بالملح والفلفل الاسود. ضفنا كمان حوالي 3 ارباع كوبايه جبنه شيدر مبشوره، وقلبنا كتير لحد ما اتاكدنا ان الجبنه ساحت تماما وبقى عندنا صوص جبنه كريمي ريحته حلوه جدا. نزلنا بقى بالاندومي بعد ما صفيناها كويس من الميه، وكملنا تقليب عشان نتاكد ان كل حته فيها اتخلطت بصوص الجبنه. الوصفه دي ما كناش عارفين ناخد موقف منها بصراحه، يعني الطعم حلو وغني بس في نفس الوقت تقيله قوي قوي لدرجه انك ما تقدرش تاخد منها اكتر من شوكتين، وفعلا كانت متعبه بعد اكلها، عشان كده دخلناها قائمه وجع بطن. نيجي بقى لتجربه الجارليك بريد، ودي كنا متحمسين ليها قوي. في الاول خلطنا معلقه كبيره زبده مع فصين توم مفرومين ونص معلقه صغيره ملح وشويه زعتر، وزودنا كمان رشه توم بودره وبابريكا وفلفل اسود ومعاهم معلقه صغيره زيت زيتون. قلبنا كل الحاجات دي مع بعض كويس، وفردنا الخليط على شرايح توست ووزعنا عليهم من فوق شويه جبنه موتزاريلا، وبعدين دخلنا التوست الفرن لحد ما الموتزاريلا ساحت وريحته طلعت. التجربه كانت حلوه جدا شبه الجارليك بريد اللي بناكله في المطاعم، فاستحق تدخل معانا قائمه تمام. جربنا بعد كده وصفة الباستا بيتزا. جبنا الأعواد الخشب بتاعت الشيش طاووق وبدأنا ندخل فيها مكرونة قلم مسلوقة، كل سيخ أخد حوالي 7 8 مكرونات، فاللي هيطلع ده هيبقى تسلية غالبا مش أكلة. المهم رصينا المكرونة في صينية ودهناها بصلصة بيتزا، وحطينا كمان جبنة موتزاريلا وقطع صغيرة بيبروني وحلقات زيتون أسود عشان نبقى عملنا كل مكونات البيتزا، وبعد كده دخلناها الفرن وقعدت حوالي 10 دقايق لحد ما الجبنة ساحت والمكرونة اتحمصت كده شوية. بصراحة النتيجة ما كانتش مبهرة، يعني بتاخد وقت كتير قوي قوي على الفاضي، واللي بيطلع في الآخر شوية اللي انتم شايفينهم دول، ده غير كمان ان الطعم كان عادي ما يستحقش يعني كل العناء ده، عشان كده طبعا دخلناها قائمه وجع بطن. لو عجبتكم فكره الفيديو ابعتوا لنا وصفات تانية من اي مكان عشان نجربها ونقول لكم راينا، ما تنسوش تعملوا شير.